السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل صينية اوراق فراخ بالبطاطس. معايا بولة بدأت ضفت فيها معلقة كبيرة من عصير الطماطم المتسبكة، ممكن تكون صلصة جاهزة، وخل، ونص عصير نص ليمونة، وكزبرة ناعمة، وكمون، وفلفل اسود، وقرفة ناعمة، وحبهان بودر، وبابريكا، وكركم. وبعد كده هضيف الملح. وفي هنا معايا بصلة كبيرة مفرومة ناعم، وفلفل اخضر والوان مفرومين، ومعاهم توم. هبدأ ان انا اقلبهم، وبعد كده هتبل بيهم الفراخ، وجزء هاخده بطاطس وبصل وفلفل مقطعاه اخضر، وهبدأ ان انا اتبلهم. هنا باخد معايا معلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي، وهنا هبدأ ان انا اشوح الفراخ من كل الاتجاهات. بعد كده في نفس الطاسة هبدأ ان انا اضيف كوباية من عصير الطماطم المتسبكة، واضيف لها كمان كوباية من المية المغلية. طبعا في خطوة في الاول الصينية كنت ضايفه لها حوالي نص كوباية من عصير الطماطم على البصل والفلفل الاخضر اللي في الصينية. هنا مجرد ما بيغلوا بضيفهم هنا، وهبدأ اغطيهم وادخلهم على الرف الاوسط في الفرن لغاية ما بيستوي. وهنا بيظهر بالشكل ده، والتحمير بعد ما بتستوي بديلها الشكل ده.